الجزائري اللي هو محمد الابراوه هو اللي نظم انتخابات في المغرب وطلع فوزي القجع. لا تستغربوا أبدا من هذه التصريحات ومن مثل هذه الأقاويل التي تسمعونها، ليس في الإعلام المغربي وإنما في الإعلام الجزائري. فيديو اليوم فيه مقطع مميز للغاية، غادي نعلقوا عليه لجام الإعلام الجزائري اللي يا سيدنا الانتكاسات ديالو لا تنتهي والبكاء ديالو في الإعلام ديالو لا ينتهي كذلك. مشاهدينا متابعينا، هذا المقطع مميز للغاية بعد النجاح الكبير ديال المنتخبات المغربية في جميع الفئات. المنتخب الأول بالفوز على تنزانيا، المنتخب الأولمبي بالتأهل الأولمبياد واللي بدا كيوجد ليها من دابا بمباريات ودية آخرها اللي كانت مع أمريكا، وكذلك منتخب الفتيان الذي يبصم على مشاركة تاريخية في كأس العالم إندونيسيا للفتيان. طبيعة الحال جميع الفئات السنية تحقق إنجازات يعني مفخرة جميع المغاربة. بلا ما نطولوا نمشيو لهذا الاستوديو الجزائري نشوفوا علي بن شيخ اللي متعارف انه تيقول الحقيقه، ولكن في هذا الاستوديو بالضبط غادي تشوفوا حويجات وحدين اخرين واختراقات وخروج على النص. شاهدوا المقطع متابعينا. زين الفجاح في 4 سنين واش دار سي انورم واش دار في المروك. البوليتيك تاعو كان سور البروغرام تاعو سور ديفلوبمون دي فوتبول، بدا يطاكي لي زانفراستركتور الى ميزون نيفو لي ستاد. بطبيعه الحال يعني كل شيء غادي يشوف ان فوز القجع دار شي حاجه في الرياضه المغربيه اللي شي حاجه اللي ما يمكنش، شي حاجه اللي بزاف وصل واحد الانجازات اللي صراحه يعني الطوب ديال الطوب والمغاربه كاملين وحتى من الاعلام العالمي تيقول هذا الشيء في واحد الظرف بسيط انك دير واحد الثوره رياضيه يعني مميزه سواء في البنيه التحتيه ولا في المنتخبات يعني بجميع الاعمار ديالها. فهذا انجاز بطبيعه الحال يحسب ويحتسب لفوز القجع اللي كان على رئيس الجامعة على رأس الجامعة الملكية المغربية. كملوا مشاهدينا مع علي بن شيخ مع التصريح ديالو ولا المداخلة ديالو في هذا الاستوديو. لي تيران دو بروكسيميتي انورم دون توت لي ريجيون لي زاكاديم دار العجب. واش دار في المروك؟ دار العجب هذا السيد وانا نحييه. هذا لا بروميير فوا اللي قريت ستادير واش مشاهدينا متابعينا، ربطوا السماطي ديالكم والان غادي تبدا يعني السلوقيه كما كنقولوا حنا المغاربه. غادي تبدا السلوقيه في هذا الاستوديو هذا، وغادي يقولوا بان الجزائر احد الجزائريين هو اللي كان يعني السبب في ان الانتخاب ديال فوز القجع على راس الجامعه الملكيه المغربيه، وبالتالي يعني فاش نجح قلب عليهم وعطاهم واحد الصفعه كبيره. ف ما عندي ما نقول بدون تعليق لنشاهد. لا فيفا بعثت كوميتي دو نورماليزاسيون، لا فيفا على راسها الجزائري اللي هو محمد الابراوه هو اللي نظم انتخابات في المغرب وطلع فوزي القجع. فاذا به اليوم الممثل الجزائري خير الدين زتشي يتلقى صفعه امام فوزي القجع. إذا مشاهدينا متابعينا بدون تعليق كما أسلفت الذكر، هذا هو الإعلام الجزائري. ديما كنفوجوا معاه كنضحكوا معاه، يعني الخرجات ديالو دائما كتكون يعني خرجات مثيرة للجدل. خصوصا يعني علي بن شيخ أول حاجة يعني نستثنيوه من الإعلام الجزائري لأنه إنسان اللي كيحاول ديما أنه يعني يعطي واحد الاسباب، يعطي اسباب ديال الضعف ديالهم يعني بشكل مباشر في غير ما مره يعني كان في جهه المغرب. ولكن يعني خصوصا كاين محللين معروفين متعارف عليهم انهم يعني اعداء المغرب، ويبينون ويبيتون تلك العداوه على العلن وعلى المباشر وعلى عزاء للحاقدين. مشاهدينا ومتابعينا، اتمنى من الله ان راكم تكونوا استمتعتوا معنا في هذا المقطع وفي هذا الفيديو وفي هذا الاستوديو اللي شفتوا معنا. تلقاو في فيديو اخر بعون الله. السلام عليكم ورحمه الله.